مرحبا بكم في طمور جديد. والبطل ديال طمور ديالنا اليوم كيبين لينا بلي واخا ما يكونش عندك اللي يدعمك، خصها تكون لا ديسيبلين والثقه في الاحلام ديالك وغادي توصل. جيمي باتلر من هومليس لسوبر ستار في الام بي اي. جيمي باتلر تولد 14 سبتمبر 1989 في تكساس هيوستن. بابا تخلى عليهم وهو في عمره 4 سنين، وماما خرجتهم من الدار ملي كان في عمره 13 عام. كان كينعس وكيعيش غير في الحومات وبين ديور صحابو، حتى واحد النهار وفي السنوات الاخيره ديالو في الثانويه كيتقبل واحد العائله اللي صاحبو باش يعيش معاهم. جيمي باتلر في البدايه ديال الكارير ديالو ما كانش شي لاعب اللي واعر. في الثانويه كان لاعب هادي ما كيهتم به حتى شي واحد. من بعد الثانويه انتقل لجامعه تايلور جونيور كوليدج، دوز معاهم عام وعاود انتقل لجامعه ماركت. تما فين طلع النيفو اللي خلاه يوصل الام بي اي درافت، وهادشي بسبب انه كان ديسيبليني وكان كيعطي مجهود بزاف في لونطريمون. في الام بي اي درافت 2011 طلع في البيك 30 للشيكاغو بولز. اياماتو الاولى في الام بي اي كان رول بلاير كيدخل باش يدير الديفونس، ولكن واخا ما حبش تما وبقى كيتريني كيديفلوبي راسو، كيجي لونطريمون هو الاول وكيمشي هو الثاني. من بعد ولا لعب اساسي في شيكاغو بولز. جيمي باتلر مبقاش غير رول بلاير، ولا كيديفوندي مزيان وكياتاكي مزيان. في 2015 دار موست امبروفد بلاير، تختار في الاول ستار. في 2017 انتقل من شيكاغو لمينيسوتا تامبرولفز وعاون الفريق باش يرجع للبلاي اوفز. ومن بعد موسم واحد معاهم كينتقل لفيلادلفيا 76 وهما كذلك دوز معاهم غير موسم واحد، وانتقل من بعدها لميامي هيت. تما فين ولينا كنعرفوا بلاي اوف جيمي بسبب انه وصل ميامي هيت لنهائيات الام بي اي، ولكن خسروا الفاينلز كونتر لبرون جيمس وفريق لوس انجلوس ليكرز. في 2023 عاوتاني كيوصل ميامي هيت الام بي اي فاينلز، كيخسروا كونتر البوستن سيلتيك. في 2025 كينتقل لجولدن ستيت ووريرز اللي مازال كيلعب معاهم لدابا. جيمي باتلر معروف بالعقليه ديالو اللي سوليد بزاف والهاسلين ديالو في التيران، حيت انه كيعطي كلشي، وهادشي جاي من الظروف القاسيه اللي عاش هو صغير والصعوبات اللي واجه في الطريق ديالو للحلم. وبهذا الشيء كنكونوا سالينا الطمور ديالنا. نتلاقاو في طمور جديد مع لعاب جديد.